مستر سلطع بيخطط يضحي بسبونج بوب ويقدمه قربان لملك سلطع برجر، وده لأن سبونج بوب ضيع الوصفة السرية. في اللحظة دي سبونج بوب شم ريحة سلطع برجر، بس مستر سلطع افتكره بيحور وبيكسب وقت، وأمر شفيق ينفذ التضحية فوراً. فجأة مستر سلطع قال: الولد عنده حق، أنا كمان شامم ريحته. خلاص يا سبونج بوب، روح هاته ودور على السلطع برجر. بقية سكان المدينة مشيوا وراه وعدوا جوه حطام سفينة التايتنك وتسلقوا جبال تلج ومغارة العنكبوت. يلا يا جماعة، أعتقد إنه ورا التل ده بالظبط. أخيراً اتأكدوا إن الريحة جاية من سطح المحيط، بس ما كانش عندهم طريقة يوصلوا للبر. شفيق استسلم وكان هيرجع قاع الهامور، بس مستر سلطع وقفه. في اللحظة دي ظهر دلفين بيسافر عبر الزمن والمكان، وجه مخصوص يشكر سبونج بوب عشان ساعده قبل كده. الدلفين قالهم يدخلوا بوقه عشان يوصلوا لعالم البر. شفيق ما كانش واثق فيه، بس فجأة الدلفين بلعهم كلهم حتة واحدة. إيه اللي بيحصل؟ حاسس بزغزغة؟ سبونج بوب وصل للبر بنجاح، والدلفين رجع لزمنه، بس واجهه مشكلة، مش عارفين مكان الوصفة. بسيط نجم شاف بني آدم عنده 5 أطراف، فسبونج بوب قرب يسأله بس ما ردش عليه وافتكره مصاب، فقرروا يزقوه للمية عشان ينقذوه، بس البني آدم كان تقيل ووجع فوقيهم. في الآخر طلعوا من تحت الرمل فوق قلعة رملية، وفجأة جه ولد صغير شاطهم بعيد. بسيط وقع فوق آيس كريم، وشفيق نزل على ظهر ست جميلة. بعدها بسيط لمح غزل البنات، فنط هو وسبونج بوب جوه المكنة وعاشوا حياتهم. هو السكر ده مش هيفوقنا ولا إيه؟ بعد وقت مجنون سبونج بوب شم ريحة الأكل تاني فمشوا وراها، بس كانوا صغيرين قوي وعجل البشر خلاهم يجروا في كل حتة. إحنا بنعملها يا جماعة. سبونج بوب بس بقى. ورا الريحة لقوا محل بيبيع سلطع برجر وصاحبه قبطان بدقن. القبطان اتفاجئ جدا وفر في كتاب قاع الهامور وملقاش ليهم أي ذكر، بس ما كانش يفرق معاه لأنه قرر يستخدم الكتاب ويعيد كتابة القصة بنفسه، وبدأ يعدل السطور. في ثانية سبونج بوب وأصحابه اتقلوا لجزيرة مهجورة كلها بجاع بيهددهم. بجعة هجمت عليهم وبسيط اتمطوح على حافة منحدر، فسبونج بوب شده بسرعة ومستر سلطع استخبى ورا شفيق كدرع. سبونج بوب سأل ساندي على حل، فطلعت ورقة مقطوعة من كتاب قاع الهامور. سبونج بوب نتف ريشة بجاعة كقلم واستخدموا حبر شفيق وكتبوا نهاية القصة بنفسهم. أنوار ملونة فجأة نورت واختفوا في الهواء، وبعد ما الكل مشي شمشون اللي كان مستخبي ظهر وأخذ القلم وكتب قصته هو كمان.